السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حابة اشارك معاكم النهاردة اسرار نجاح الفول المدمس. اول حاجة بعد ما بشتريه بنقيه كويس قوي وبعدين بغسله بمية غزيرة. تاني حاجة بنقعه لمدة 12 ساعة، اما من بالليل للصبح او من الصبح بالليل، وده السر اللي بيخلي الفول كريمي بعد التسوية. سر كمان هقوله لكم واحنا بنشتري الفول، لو بصينا في الكيس ولقينا فيه فول متقشر ناخد الفول، لان ده ميزة مش عيب. بعد النقع بغسل الفول كويس قوي وارفعه على النار. بعد كده اضيف معلقة كربونات، نص معلقة بابريكا، وليمونة متقطعة 4/4. المية اللي شفتوها في الاول كان لون مية النقع. السر اللي بعد كده، اما بحط الفول على النار المية اللي بحطها بتكون يدوب عقلتين صباع فوق الفول. معلقة العدس ومعلقة الرز اطحنهم، دول سر الطعم اللذيذ اللي بيبقى في الفول، وكمان بستخدمهم كمادة ربط للغرة بتاع الفول. اسيبه على النار لحد ما يبدأ في الغليان، بعدين بهدي النار وبحط الشياطة، افتح عليه بعد نص ساعة الاقيه بالشكل ده. كده هو اتشرب المية واستوى الفول من جوه، لكن القشرة لسه جامدة. لو لاحظنا الغيرة هنلاقيه سميك، وده بسبب الميزة اللي قلتلكوا عليها واحنا بنشتري. هي سر برضو من الأسرار، تلاحظوا ان الغيرة هنا تقيل، وده بسبب الفول اللي متقشر اللي كان في وسط الفول اللي انا اشتريته. وعلشان الفول يكمل سوا، لان انا لقيت القشرة هنا لسه جامدة، بزود مية سخنة بس مش بزود كتير، بزود الكمية اللي يدوب تخلي المعلقة تتحرك كويس وانا بقلب. ريحة الفول تحفة. كمية المية اللي ضفتها هتكمل تسوية الفول والمسحوق اللي انا ضفته. بعد ما بضيف مسحوق الرز والعدس لازم اقلب بسرعة، لانهم بيمتصوا السوائل اللي موجودة زيادة في الفول، طبعا غير ان هما بيخلوا الطعم ألذ. بعد كده بغطي الفول وبعد 10 دقايق برجع تاني اشوف استوى ولا لسه. شايفين شكله عامل ازاي؟ كأننا عاملينه بالهاند بلندر، وده طبعا بسبب الفول اللي كان متقشر مع الفول لما اشتريناه. لما بتأكد انه خلاص استوى ببتدي اخرج القشور بتاعة الليمون. السر اللي بعد كده بقى في الليمون، انه بيمنع اكسدة الفول، لان الفول فيه نسبة حديد عالية. الحديد اللي في الفول حديد نباتي صعب هضمه في الامعاء، وعصير الليمون على طبق الفول بتسهل امتصاص الحديد في الامعاء، بتسهل كمان امتصاص المواد الكربوهيدراتية المعقدة اللي في الفول، وبتمنع الانتفاخ. حضروه واحتفظوا بيه في الفريزر واكتبوا لي نتيجة التجربة. حطوا لايك للفيديو لو عجب. باي باي.